الولد ركل الشجرة برجله فوقعت منها عشة عصفور، ولدهشته لقى جواها بيضة. فرح جدا وخدها معاه البيت وحطها جنب سريره علشان ينام وهي قصاده. تاني يوم الصبح الولد صحي لقى قشرة البيضة اتشقت، بس مفيش أي أثر للفرخ الصغير. بدأ يدور في السرير ولحسن حظه لقى العصفور سليم. حضن الفرخ الصغير وبقى يمسح عليه وهو فرحان، بس عشان كان لازم يروح المدرسة ودعه وهو مضايق. في المدرسة كان قلقان إن العصفور يجوع واتضايق لدرجة إنه عيط في الفصل. ولما جت الحصة الأخيرة المدرس قرر يخلي الطلبة شوية زيادة. الولد ما استحملش، جري لابس معطف في المطر وخرج يلم ديدان عشان ياكل العصفور. بفضل رعايته واهتمامه العصفور كبر شوية بشوية وبقى بومة، لكن بما إن أمه عندها حساسية من الريش ما سمحتلوش يربيها في البيت، ففضل الولد يخبي البومة ويربيها في السر لحد ما في يوم أمه جالها أزمة حساسية تاني واضطر الولد يسيب البومة مؤقتا عند صاحبه. لكن تاني يوم صاحبه قالوا إن البومة طارت ومشيت. الولد فضل يدور في كل مكان لكن ما لقاهاش، ولما رجع البيت لقى على الترابيزة حمامة مشوية فانهار من البكاء على طول. وفجأة وقع هامستر على الترابيزة. الولد ما كانش مصدق وبص لفوق، طلع إن البومة رجعت وجابت له هدية، وبعدها بشوية جابت له سمكة. الولد اتفاجئ وقبل ما يستوعب إيه اللي بيحصل لقى ضفدع اترمى قدامه، وبعده رصة لعاب اتجمعت قصاده. ولما أبوه واجهه بالموضوع فجأة شنطة فلوس خبطته في دماغه. بعدين الولد عرف إن البومة من الكائنات المحمية، فمضطر وبقلب موجوع رجعها للغابة.